السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أمينة أجدزة. إن شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. وصفتنا لنا اليوم راح تكون وصفة صيفية سهلة وسريعة التحضير، والأهم أنها تجي بزاف بنينة. ننصحكم أنكم ديروها من بداية الفيديو باسكو مكوناتها موجودين في كل بيت. إذا بلا ما نطول عليكم نمر مباشرة لطريقة التحضير. نقول لكم ما تنسوش ديروا جيم وتعليق هكا شباب وتكملوا معايا لا فيديو حتى الأخير. نقولوا بسم الله ونصلوا على رسول الله. رايحين نحتاجوا اول حاجه 3 حبات بصل يكونوا متوسطين. رايحين نقطعوهم بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. انا برك ملي كنت عيانه استعملت الروبو، سينو استعملوا عادي الفضني وقطعوهم هكا شرائح رقيق. اني عارفه راكم تشوفوا في الكميه تاع البصل راها بزاف. انا درت 3 حبات، قادرين تنقصوا عليا بصح ما تخموش. البصل كما تعرفوا رايح ينقص الحجم تاعو. اذا كما راكم تشوفوني نقلي فيه بشويه تاع زيت، غادي نبلع عليه ونخليه حتى يدبل لي كامل هذاك البصل. في نفس الوقت واش رايحه ندير، خرجت 2 حبات تاع دنجال كانوا عندي لهنايا باه ما ننساش. اللي ما تبغيش الدنجال قادره تستبدلو بالكابويه خضراء بالكورجات. سينو الدنجال شوفوا كي يكون حلو يجي بزاف بنين. انا بابا يعيط له غير الكبده في الدار كامل كاع نبغوه، سيرتو كي يكون هكا مقلش وكي يكون ما يكونش هكا مقلي وحده، فهمتوا؟ اذا كيما راكم تشوفوا قطعته هكا مكعبات صغار، وغادي نعاود نرجعه مع البصل يتقلى. شوفوا البصل ما خليتش حتى يتكاراميليزا لي مليح باسكو ني باغياته يدبل لي هو والدنجال مع بعض. لازم تقعدوا تحركوا الدنجال تاعكم البصل باه ما يلصق لكمش كيما راكم تشوفوا. شوفوا لهنايا بعد ما بدا هذاك الدنجال يهود شويه بدا يدبل، جبت لهنايا مغرفه صغيره تاع ملح، بديت شو نتبل فيهم باش ما يطيبوش وهما مسوسين. لهنا عندي فلفل اسود، اذا ملح فلفل اسود سكنجبير كركم. هادو هما التوابل اللي نخدم بهم بزاف واللي والمو هذه الوصفه. قادرين تزيدوا هكا ولا تنقصوا عليا التوابل. كاين بزاف اللي ما يحبش توابل بزاف، قادرين تستغناو على الكركم والسكنجبير وتحبسوا عند الفلفل الاسود. لهنا عندي شويه تاع معدنوس كما راكم تشوفوا لهنا معدنوس يابس. سينو تاني اذا كان عندكم هكا قزبر هكا خضر وكاع ديروه. وكما قلت لكم لازم تحركوا مره على مره باه ما يلصق لكمش. انا خليتهم هكا يطيبوا مليح على نار هكا تكون ناقصه. كما راكم تشوفوا راها وصفه بزاف سهله وما عطيت لها وقتها في الطياب. هذا ما كان. في نفس الوقت واش درت 2 حبات تاع بطاطا هكا كبار، قليتهم ومن المقله ديريكتومون حطيت في المقله هذه. ما بغيت نجيب لا طبسي ما نوسخ لا والو الماعين راكم تعرفوا، نضلوا نخموا على الماعين والغسيل تاعهم. الوغ باه ما نكثرش على روحي. ثاني البطاطا هكا قطعتها كيما راكم تشوفوا مكعبات صغار وغادي نخلطها مع هذه. وكيما هكا نكونوا صايب خاص كملنا الوصفه تاعنا. بقانا الان نديرو راح نخلطهم هكا مليح مع بعض كيما راكم تشوفوا. وتاني ملاحظه جد مهمه، اذا كان بغيتوا الوصفه تاعكم تجيكم حلوه لازم البصل والدنجال لازم تتحصلوا على هذا اللون، لون الكراميل. لازم البصل تاعكم هكا يتكراميليزا لكم شويه هو والدنجال. اذا الان شبقى لي ندير. لهنا عندي 4 حبات بيض. انا كي عندي البيض صغير درت 4، قادرين نديروا غير 3 هكا ولا 2 اذا كانوا زعما الحبات تاعكم اذا كانت هكا كبيره. انا الحبات تاعي صغيره. عندي لهنا لا كريم فريش، عندي لهنايا علبه صغيره. سينو اذا كان ما كانش عندكم انا عادي مولف ندير الحليب، برك الحليب ما تكتروش. علاه ما تكتروش؟ الحليب يلصق لكم من تحت في البلاط تاعكم، يلصق لكم من تحت، فهمتوا؟ شغل قادرين تاني ديروا شويه ما اذا كان ما كاش عندكم الحليب. لهنا درت شويه تاع ملح، شويه تاع فلفل اسود، شويه كركم، ولهنا شويه تاع معدنوس هكا ما كانش عندي كما قلت لكم ني معدنوس ني قزبر. هذوك هما الوريقات اللي كانوا عندي. خلطوهم مليح وعاودوا رجعوهم فوق هذا الخليط تاعنا الاول فوق البطاطا الدنجال والبصل وكاع كما قلت لكم. شوفوا من الافضل انكم هكا يديروا لا كريم فريش راني ناكد، ولا ديروا غير شويه تاع حليب باه ما يلصق لكمش من تحت.
سينو نديرو هكا غير قطره تاع ما باه هذاك البيض يخفف لكم شويه. وهنا من الفوقاشه درت شويه تاع فرماج رابي، درت انا كميه غير قليله برك على حساب هذه المقله. وتاني ملاحظه جد مهمه لهنا، قادرين كلش تقلبوه في البلا وديروا هكا فرماج من الفوق، زعما اذا كان بغيتو تجيكم هذيك لا كولور هكا من الفوق حمراء. انا باه ما نكترش على روحي الماعين في المقله اللي درت فيها، اللي بديت فيها في اللي كملت فيها. كيما قلت لكم قادرين ديروا في البلا عادي. تاني يعطيكم هذيك التحميره الشابه شغل تشعلوا عليه من الفوق ومن تحت غير رحبه. وتاني في البلا برخف تكملوا. اذا انا حاولت نعطيكم كامل الافكار وانتم اللي تساعدكم ديروها. شوفوا معايا هذا البلا كيفاه جا، هذا الكراتا ما عرفتش كيفاه نسميه، المهم جا بزاف بنين. ننصحكم انكم تجربوه. هكا وصلنا نهايه الفيديو، نقول لكم نتلاقى في فيديو اخر مع وصفات جديده ان شاء الله. كامل نلقاكم بصحه وعافيه. سلام.